بصوا يا جماعه، ستي النهارده قررت انها تعمل لنا قرنبيط. نيره طلبت منها امبارح انها تعمل لنا قرنبيط النهارده، وانا كنت بقول لها يا ستي انا عايز اكل فراخ ببصل، وبرضك عملت قرنبيط، وانا عمري ما اكلت القرنبيط ده قبل كده. لان حبايبي طلبوه مني كذا مره طريقه القرنبيط، وانا ما بحبش ازعل حبايبي. طب القرنبيط ده بيبقى طعمه عامل ازاي؟ أنا ما اكلتوش، عمري ما اكلته. طريقه سليق القرنبيط، هنحط ملح اكننا بنسلق كرنب، هنقلب الملح كده. طب انت بتقولي هتعملي قرنبيط مقلي، يعني المقلي ده عامل ازاي يعني؟ ما انا هشرح لك الطريقه. جبنا الملح ودوبناه كده في الميه، هنجيب قرص قرنبيط محترم على حسب الكميه اللي انت هتعمليها، هنغسله كده ونروح رصينه كده اهو في الميه. ايه عاملاه قطع كبيره عشان ما يتهريش. يا رب يطلع حلو بقى، عشان انا ماليش في القرنبيط والكلام ده. هدوقه لك يا زياد 100 100. عماله تقولي لي احلى من البانيه. هيبقى احلى من البانيه واللحمه، واعرف حبايبي برضه. ادينا هنشوف في الاخر. عشان نيره كانت نفسها في القرنبيط المقلي اللي انا بعمله، كانت بتاكله وهي صغيره عندي. ما انا عمال اقول لك يا ست اعملي فراخ ببصل يا ست. هعمل لك قرنبيط ايه بس؟ وهرجع لكم ايام زمان. ايوه يا طريقة ستي الأكل. دلعينا. هنقيد عليه بعد ما نرصه كده. كل ده قرص قرنبيط محترم. ايدنا البوتاجاز ايوه. نسيبه بقى يتسلق، ولما يتسلق القرنبيط هنقول لكم الطريقه الثانيه. المفروض ان هو هيتغطى ولا هيبقى كده؟ لا هنغطيه، هجيب الغطا واغطيه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. هنبدا بقى ايه في الخطوه الثانيه. دلوقتي احنا ايه، جبنا خضره محشي. دي خضره محشي مشكله، حزمه مشكله، شبت كزبره وبقدونس، وست بيضات للقرص القرنبيط. احنا كده سلقنا القرنبيط، وادي التوابل بتاعت العجينه: كاري وكركم وقرن فلفل اخضر مخرطاه، كزبره وكمون بملح على بعضيها، وفلفل اسمر. هنروح حاطينهم كده، وست بيضات. البيض ده انت ومقدرتك. هنيجي نطقش البيض. اللهم صل على النبي. البيض حلو نجرباه، عشان كده ايه بعمله على العجينه على طول. ايوه عشان كده ست بتاكله ني بقى وعادي. هتقولوا لي ايه المفروض تفتحي الواحده في طبق وكده. انا واثقه من البيض ان كويس. البيض الني على اللبن يا ايه، انت بتعرفش تاكل اصلا. يا ده طعمه وحش. مفيد ده انا جربت اكل بيضه صغيره. يلا الحمد لله والشكر لله، مش شكرانيه في نفسي. انا الله يرحم امي اللي علمتني على الاكله دي، كله يدوي. هو ممكن نضربهم في الكبه، بس انا ايه عشان الخضره تفضل خضره كده وحلو. الكبه هتخلي الخضره مش خضره، هتعملها زي الملوخيه. كوبايتين دقيق هنروح حاطينهم كده، ودي لبن انت واختيارك. هو بيتعمل بلبن، يتحط عليه ميه انت ومقدرتك. احنا النهارده بنعمله بلبن، احنا بنحبه بلبن حبه بحبه صح؟ حبه بحبه كده. انا واثق يا ست ان شاء الله ان هو هيطلع حلو من ايدي. بسم الله ما شاء الله. طب جربوه، مفيد. القرنبيط بالعجينه ديت لبن وبيض ودقيق. انا هجيب فصين توم واخرطهم عليه. هما بتحطوا 3 فصوص توم من السن، نخرطهم يندقوا. بس برضك انت ومزاجك، عايزه تحطي توم حطي، مش عايزه توم. التوم بيتعب عشان القولون، ما بيحطوش توم مع الاكل. يعني التوم دي اختياري. يعني جينا للمرحله الثالثه. بصي بقى، هنشق القرنبيط بعد ما اتسلق بنعمله كده. تسلم ايدك يا ستي. عملت لك اللي نفسك فيه. ما باكلوش بقالي كتير، ما اعرفوش طعمه اساسا. احنا بنسلقه قطع كبيره كده يا نيره علشان ما يتهريش. مقطعينه بالسكينه كده، ماشي يا نيره؟ بيبقى عامل زي البانيه. اما بنعمله بنحط عليه العجينه اللي احنا عملناها. امال انا ما كانتش بتعمل لنا الحاجات دي خالص. تعالي بقى اوريكي واحنا بنقلي. بنقلبه بقى كده في الخلطه تعلم الجميله. البنات الصغيره اللي زي نيره، اما الناس الكبار اللي زيي عارفين طريقته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. حركاتي كده يا ستي. احلى قرنبيط هناكله. زياد بقى كان عايز فراخ ببصل، بس مش مشكله، اعملي له بقى بكره يا ستي. ما هو انت طالبه قرنبيط من اللي انا بعمله، وانا ما كنتش بعمله عشان ما حدش كان بياكله كتير. انا وجدك بنحبه، وانا عايزه اجربه. وانت عايزه تجربيه. قلت اعمله واعلم البنات الصغيره اللي زي نيره. صح، عشان انا ما كنتش اعرف طريقته. صح، اعلم طريقه القرنبيط، هي سهله. بس شكله عامل ازاي يا خراشي. شكله قمر خالص. ده في الحقيقه قمرين والله. ايه رايك؟ تسلم ايدك يا والله ستي. سهل. والله كفايه يا ستي ان انت وقفتي في المطبخ وتعبتي نفسك عشان تعملي اللي انا عايزاه. بتسلقيه زي الكرنب. بس بيبقى ايه، تعمليه قطع كبيره. هو بيتحمر بسرعه يا ستي؟ البيض بيخليه يتحمر بسرعه. بيبقى استوى لان احنا سالقينه. سالقينه. العجينه بتحمر بسرعه عشان فيها بيض. يا حلاوته يا جماله يا تكاته. ايوه يا ستي يا جماعه. رجعتينا لزمان يا نيره.
غيرك. ومال احنا ورانا وراك غير ايام زمان. انتوا ما تعرفوش الطريقه بتاعت القرنبيط صح؟ بقولك ولا عمري كلته والله ما اعرفش. اتفرجي على الفيديو بقى. امال انا عايزه اكله، شايفه كده كام اتفرجي حاجه على كده. الفيديو لما قلت طريقته. ده قاعده بذاكر يا جماعه بقى. ايه بيحمر بسرعه اصلا. مش هتلاقوني كده كراسي. شفت الكنتاكي؟ هو عامل زي الكنتاكي. خد شكله والله، ده اكيد احلى من الكنتاكي. احلى والله. لا، أصل احنا وربنا عنده طعمه بقى. العيش الطري، وهنعمل شويه سلطه بقى جنبيه. اتحمست يا جماعه. بحب ارجع لاكل زمان، لان اكل زمان مفيد. احنا اليومين ده بنعمل اكل من بتاع اليومين دول. اما نكمل بقى القلي بقى نوريكم بقى الاخر بتاعه. الله ينور يا ستي وتسلم ايدك، والشكل يجنن وربنا. ايه رايك في القرنبيط؟ جامد. بص بعد انا اكلت ما- العيش اهو، عشان أنا العيش ده جامد، العيش ده جامد قوي. العيش اللي انا خابزاه بنبله بشويه ميه دافيه او ميه من الحنفيه عادي. اهو والله لا تسلم ايدك يا ستي. كل حاجه بعملها بايديا. والقرنبيط بإيديا شكله وحياة جميل. عينيا. تسلم ايدك يا ستي، وربنا ما يحرمنا منك ابدا يا رب. يا رب ويخليني لكم. امين يا رب يا اللي ستي. قطع في امكم يوصل فيا. امين يا ستي. وكل يدعي لام زياد بالرحمه والمغفره، ربنا وربنا يرحمه. يصبرني. ادعوا لي بالصبر والسلوان ان انا واقفه على رجلي بردك الحمد لله. الحمد لله. طب انا كده مش عارف اقول ايه. انا الاول ما كنتش بحب القرنبيط، دلوقتي شكله كده ايه، تحس ان انا نفسي راحت له. ده خلي بالك بيفتح النفس وبيجوع. انا قاعدين هجربه دلوقتي. ما شاء الله عليه، اكله شعبيه. انت دي اكله شعبيه. كنت بتقولي امي كانت بتاكله بالسلطه. ده بيتعمل بالثوم، بيتعمل زي بابا غنوج بالطحينه والدقه، يبقى جميل كمان غير المقلي. طب انا هدوقه دلوقتي. وبيتخلل يا زياد زي اللفت. القرنبيط بيتخلل زي اللفت. اول مره اعرف الحاجات دي. لا بيتخلل زي اللفت بالظبط، ويتحمر وبيتعمل. هبقى اوريكم طريقه تخليل القرنبيط واللفت، ونشوفكم على خير ومع السلامة. مع السلامه.